عمرك صحيت من النوم وحاسس انك مش طايق تعمل اي حاجة؟ مش زعلان ومش مكتئب، بس مطفي. الناس بتقولك شد حيلك، قوم بس وهتتحمس، انت محتاج دافع. بس محدش يقولك ان الشغف مش بيختفي فجأة، الشغف بيتسحب منك حتة حتة. الفيديو ده مش تحفيز ولا كلام ايجابي فارغ، ده كلام للي حاسس انه تايه بس مش عارف يشرح اللي جواه. يعني ايه فقدان شغف؟ فقدان الشغف مش كسل ولا قلة طموح ولا انك شخص فاشل. فقدان الشغف انك تعمل الحاجة الصح وانت مش حاسس بحاجة، تنجح وما تحسش بفرحة، تكمل علشان مفيش اختيار تاني. زي واحد سايق عربية والبنزين بيخلص بس لسه موقفتش. ليه بنفقد الشغف؟ الاسباب الحقيقية معانا 4 نقاط. النقطة الاولى، ضغط على طول الخط، مطلوب منك كتير ومفيش تقدير ولا حتى كلمة تسلم او شكرا، ده بيقتل اي حماس. 2، مقارنة نفسك بالناس، تفتح السوشيال تلاقي كله ناجح ومبسوط وسايب الدنيا عادي وانت حاسس انك واقف مكانك، بس الحقيقة انت بتقارن كواليسك بواجهة غيرك. النقطة التالتة، ماشي في طريق مش بتاعك. كتير فقدوا الشغف مش علشان الطريق صعب، علشان الطريق مش شبههم. حلم اهلك، حلم المجتمع، مش حلمك انت. النقطة الرابعة، تعب نفسي متراكم. مش كل تعب بيبان، في تعب من الضغط الخذلان، انك دايما لازم تبقى قوي وانت تعبت بس محدش خد باله. الحقيقة اللي محدش بيقولها، الشغف مش حاجة بتصحى بيها، الشغف بيجي بعد ما تبدأ. يعني مش مستني اتحمس علشان اتحرك فالتحمس بيجي، بس على مهلك من غير قسوة على نفسك. ازاي بقى تتخلص من فقدان الشغف؟ 1، بطل تهاجم نفسك. بلاش انا فاشل، انا ضيعت عمري، انا مش زي زمان. انت مش وحش، انت مرهق والارهاق مش عيب. 2، صغر الدنيا. مش محتاج تغير حياتك، محتاج يوم احسن، خطوة صغيرة، انجاز بسيط. الشغف بيحب الاحساس ان في تقدم. 3، اعمل الحاجة حتى وانت مش حابب، عارف انها تقيلة بس الحقيقة الالتزام بيخلق احساس مش العكس. استنى الشغف، هتستنى كتير. 4، افتكر انت بدأت ليه. ارجع لأول لحظة، أول سبب وأول حلم، مش علشان ترجع زي زمان، علشان تفهم نفسك دلوقتي. 5، غير الجو مش الحلم. أحيانا المشكلة مش في اللي بنعمله، المشكلة في الروتين، الناس والبيئة. غير الإطار قبل ما تغير الاتجاه. علامات إن الشغف بيرجع، تفرح بحاجات صغيرة وتحس بفضول وتحب تحاول تاني وتحلم بس من غير ضغط. الشغف لما بيرجع ما بيعملش دوشة، بيجي بهدوء. نيجي بقى لنهاية الفيديو ورسالة من القلب. لو وصلت لحد هنا عايزك تعرف ان فقدان الشغف مش نهاية، ده رسالة انك محتاج تهدى وتسمع نفسك وترتب اولوياتك. مش لازم ترجع زي الاول، ممكن ترجع انضج واصدق. لو الفيديو لمس حاجة جواك اكتب لي في الكومنتس، انا لسه بحاول، يمكن حد تاني يشوفها ويحس انه مش لوحده.